ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. جبت الطاسة بتاعتي ونزلت فيها حوالي معلقة من الزيت، ونزلت عليها باللحمة المفرومة بتاعتي، هي كانت مجمدة. هبدأ انزل بيها كده، اول ما تغير لون ابدأ اشيل اللي اتغير لونه كده وهنزله بالمعلقة، وهبدأ كده اقلب فيها لحد ما كله كده يبقى متفرد كده في الطاسة. هجيب بقى بصلتين مبشورين وهبدأ انزل بيهم على اللحمة بتاعتي اول ما تغير لونها وتبقى معايا بالشكل ده. هجيب بقى معايا المعلقة بتاعتي وهبدأ اقلب كده اللحمة في البصل، وهنبدأ كده نقلب تقلبتين لحد ما كله يدخل في بعضه زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا انا معلية النار علشان كمان تتشوح معايا وتاخد معايا اللون وتكمل تسوية وانا بقلب. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما دخلت البصلة مع اللحمة هجيب بقى رشة فلفل اسمر، وكمان هحط عليها رشة من القرفة، دي اختياري بس بتدي ريحة حلوة قوي. وهنزل كمان عليهم بمعلقة من الكزبرة، دي بتدي ريحة حاجة كده خطيرة كأنها لحمة مشوية بالظبط. وهنزل عليهم برشة صغيرة قوي من السبع بهارات، وهبدأ اقلب كده كله مع بعضه لحد ما كل البهارات تخش في البصل واللحمة بتاعتي وتبدأ تشم كده الريحة. هجيب كمان بقى الملح اخر حاجة، وطبعا الملح على حسب الرغبة بتاعتك. هبدأ كده اقلب كده كله مع بعضه، وهندخل كده كله مع بعضه. وبجد مش قادره اوصف لكم بقى ريحه اللحمه المفرومه، بجد خطيره. تقدري بقى تستخدميها في اي وصفه انت تحبيها. ودلوقتي هجيب معايا الرقاق عشان النهارده وصفتنا هنعمل النهارده صينيه رقاق باللحمه، بجد خطيره، احلى صينيه رقاق ممكن تاكليها في حياتك حرفيا. جبت معايا الشوربه، انا كنت مفرزه شوربه لحمه، تقدري تحطي شوربه فراخ، شوربه لحمه المتوفر عندك. غليتها على النار وبعد كده جهزتها. هجيب بقى الصينيه بتاعتي اللي هعمل فيها الرقاق، وبعد كده هجيب معلقه زبده كبيره، انا مولعه على النار طبعا بس عاملاها على نار هاديه خالص. هبدأ كده أسقي الرقاق بتاعي بالشوربة من الوش ومن الظهر، وهنزل بالورقة والتانية وكمان التالتة. وهنزل بقى أجيب معايا اللحمة المفرومة بتاعتي وهبدأ أنزل بيها. تقدري طبعا تحطي الكمية اللي تحبيها، أنا كان معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. تقدري تحطي من 300 جرام لحد 500 جرام، اللي هو نص كيلو، وده بيبقى حلو قوي. هبدأ كده انزل باللحمة بتاعتي، ومش هخلي اللحمة توصل للأطراف عشان لما اقلبها ما هتضرش معايا اللحمة وتقع مني. هنزل كده بكل كمية اللحمة معايا، وحاولي وانتي بتوزعي ما توصليش على الأطراف، خلي كده في على الأطراف كده فاضي شوية. بعد كده هبدأ اسوي كده اللحمة زي ما انتوا شايفين، وهكون برضو مجهزة باقي ورق الرقاق بتاعي، وهنزل بيه برضو على الصينية. ما تقلقيش خالص، الورق كده كده بيهدى. ولو لقيتي ورقة كبيرة شوية زي ما انت شايفة كده معايا، هبدأ اقسمها كده نصين عادي جدا، مش هيجرى حاجة. بس اهم حاجة الورقة الأخيرة تبقى سليمة معايا. وبعد كده هجيب بقى نار بس تكون يعني ما بين الوسط والعالي شوية، وبعد كده بنوطي بسيط، ونبدأ بقى نلف الصينية شوية بشوية، يعني دقيقة وتلفي دقيقة وتلفي. طبعا تقدري تدخلي الفرن وتحطي على الوش زبدة وتدخلي الفرن، هتاخد التحميرة من تحت، وبعد كده تقدري تشغلي الشواية او تقلبيها وتاخديها تاني على الفرن تاني. انا طبعا على حسب بقى طريقتك، وعلى حسب ما تحبي تستخدمي، وعلى حسب طبعا انت محتاجة ايه الاسهل لك تقدري تعمليه. انا عملتها على النار من فوق بالشوكة كده، وهبدأ انزل الاطراف علشان تاخد معايا شكل كويس لما اجي اقلبها. اول ما هتاخد معايا الصينية وهبدأ الف كده هتلاقيها لفت. وطبعا ببص على بالشوكة كده برفعها وبشوف من تحت خدت لون ولا لأ. اول ما خدت معايا اللون اللي انا عاوزاه هبدأ كده اقلب على صينية بصينية مقاس الصينية بتاعتي، وهبدأ اقلب. قبل ما احط تاني واقلب اكون حاطة برضو معلقة كبيرة من الزبدة، وبعد كده هنزل بيها تاني في الصينية. هبدأ برضو ألف لفتين، واعملوا حسابكم ان اللفة التانية او المرة التانية لما بتيجي تقلبيها ما بتاخدش وقت كتير، لان الصينية كده كده بتبقى سخنة، فبتاخد لون على طول. ببدأ ألف شوية بشوية زي ما انتوا شايفين لحد ما تاخد معايا اللون ذهبي. بعد كده هجيب الصينية اللي انا قلبت عليها، وهبدأ بقى اقدم بالصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هقلبها كده وهي بتبقى سهلة جدا، بس خلوا بالكم لحسن تتلسعوا. لو خايفين من اللسوعة زي ما قلت لكم سووها في الفرن، ويفضل طبعا حرارة الفرن تكون على درجة حرارة 200 او 220 اقصى حاجة، وطبعا بتتابعيها كل شوية. هبدأ بقى اقدم الرقاق بتاعي، وهبدأ كده احط شوية بقدونس عشان تدي شكل حلو. وده كان اللون بتاعي اللي انا طلعته. حاولي بقى تطلعيه بنفس اللون دوت، بيبقى حلو قوي، واللون ده لذيذ وشكله بيبقى كمان في صينيه رقاق بيبقى حلو. هبدا كده اقطع معايا وتشوفوا معايا كمان قطعه الرقاق بتاعتي، بجد حاجه كده خطيره تجوع حرفيا. الوصفه بجد ما فيهاش ولا غلطه، واللحمه المفرومه في قلبه حاجه كده زي العسل، بجد تستاهل بقكم. بصوا معايا بقى الحلاوه، حاجه كده خطيره. اللحمه
مظبوطة، الجلاش مستوي كويس جدا معايا واخد اللون، وبجد شكله يجوع. احلى اكله ممكن تعمليها، والوصفه سهله وسريعه وما بتاخدش معاكي اي وقت ما تحتاري على الغدا. عندك شويه رقاق، عصجي شويه لحمه واعملي بيه الصينيه دي، بجد خطيره. زي ما انت شايفه بقى، بجد حاجه كده تستاهل بقكم. ألف هنا طبعا لكل اللي يجربها. الخطوات سهلة وبسيطة. أنا قدمتها طبعا، تقدري تقدميها بقى مع لحمة محمرة، تقدميها مع شوية طحينة وشوية سلطة. زي ما انتوا شايفين بقى، اللون من فوق ومن تحت حاجة كده خطيرة. لما هتجربوا الوصفة هتحبوها. يلا جربوا الوصفة وهستنى رأيكم يا حلوين، وألف هنا عليكم.